وصفتنا النهارده كبار وصغيرين بيموتوا فيها من واحنا قد كده، بنحبها جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل دجاج توم اند جيري، اللي هو دبابيس بتاع توم اند جيري اللي كنا بنشوفها في كرتون زمان. النهارده ان شاء الله هنعملها بطريقه صحيه جدا جدا جدا. طبعا شكلها تحفه وطعمها حلو وكمان مشبعه وصحيه 1,000,000%، لانها مش معموله بطريقه الديب فراي او اللي هو القلي العميق. هنعملها ان شاء الله بطريقتين، مره في الاير فراير ومره في الفرن. عايزين تعرفوا عملتها ازاي؟ اعملوا لايك ويلا بينا على طول. المقادير على طول عندي حوالي كيلو من الدبابيس، تكون نضيفه وزي الفل ومغسوله وزي الفل. دلوقتي هوريكم كمان ازاي بننزع منها كمان الجلد، عشان انا مش محتاجه جلد في اي حاجه، لان هو طبعا هو فيه تجمعات الدهون كلها والحاجات دي كلها. نزعه سهل جدا جدا، مش قصه يعني. اوكي اهو بالطريقه دي بخلع الجلد عن اللحم نفسه بالمنظر. طبعا غسلتها وخلتها زي الفل ونقعتها شويه في خل وليمون عشان خاطر اتاكد مبقاش فيها اي زفره خالص. هجيب بقى حله كده وفيها شويه ميه سخنه بتغلي، هنزل عليها على طول بالدبابيس في الميه لان لازم اسلقها. اوكي، وابتدي بقى اعمل لها البوكيه جارني بتاعها. اي حاجه عايزين تحطوها في الميه حطوها. انا المتاح عندي بصل وطماطم، ممكن نحط جزر، ممكن نحط كرفس، حطوا اللي انتوا تحبوه. انا يهمني ان الفرخه نفسها تبقى متبله كويس جدا، يعني لحمها متبل كويس عشان خاطر الدنيا تبقى مظبوطه معايا. والتوابل زي ما شايفين، ملح، فلفل اسود وجنزبيل وكزبره وحبهان وورق لورا. وبعدين هجيب بطاطسايه وسط. كل كيلو من الدبابيس بياخد بطاطسايه واحده وسط. اوكي، طبعا البطاطس من النشويات المفيده لينا، ما فيهاش اي مشاكل خالص، مش بتخن طالما مسلوقه او معموله طبعا بطريقه صحيه. هحط البطاطسيه دي على النار وعليها نص معلقه من الملح تتسلق. دي شكل الفراخ بعد ما استوت معايا. اتاكد ان هي اتهرت تماما. انا سبتها يمكن حوالي ساعه عشان اتاكد ان خلاص مبقاش فيه يعني علاقه بين عظمها ولحمها، واطلعها في مصفى كده. اتاكد بس ان هي تتصفى كويس من اي ميه، وفي نفس الوقت اسيبها تهدى عشان خاطر اخش على الخطوه اللي بعد كده. خلاص بصوا شوربتها عامله ازاي، فله. خلاص اوكي. وبعدين هعمل ايه؟ هبتدي ان انا احضر البطاطس معايا. هي اتسلقت ما شاء الله، بقت تمام، وصفتها برضو من الميه، واحط عليها معلقه كبيره من دقيق الشوفان او دقيق القمح الكامل او اي دقيق تفضلوه. هو هنا بس ما هو الا عمليه ربط، يعني بيربط المكونات كلها ببعضها. اوكي، وابتدي ان انا اهرس البطاطس كويس قوي قوي قوي، تبقى ما بقاش فيها اي تكتلات خالص ولا اي حاجه خالص. اتاكد ان هي كلها ميه واحده عشان خاطر ابقى سهل التشكيل ان انا اقدر احولها لعجينه. فاهمين قصدي؟ خلاص يعني تمام. احط بقى توابلي، كزبره، فلفل اسود، جنزبيل، كركم، كاري، ايه تاني، بابريكا، اللي موجود عندي حطوه. توم وبصل باودر وشويه توابل الفراخ، ودي سماق، وحوالي نص معلقه من البيكنج باودر، وكام نقطه من الوان الطعام. طبعا ده اختياري، مش عايزين تحطوها مفيش مشكله، بس تدي لون حلو قوي من جوه الفرخه، بيبقى لونها حلو قوي، وده طبعا اختياري زي ما قلت لكم. وابتدي بقى نقلب كل الكلام ده كله على بعضه كده. لو انتوا شايفين مثلا الخليط ناشف معاكم شويه او اي حاجه، ممكن تزودوه معلقه من الحليب عادي جدا. هحط شويه من الكاتشب الحار، معلقه صغنونه خالص، او ممكن السراتشا، ممكن من غير برضو عادي، احنا بنحبها تبقى سبايسي شويه. هقلب بقى كله. بصوا ابتدت بقى تشكل معايا كده عجينه، يبقى انا كده ماشيه صح. هجيب بقى البلانش معايا وابتدي امسك الدبابيس. بصوا بخليها ازاي، انا هوريكم هعمل ايه. الاول باخد الدبوسه كده زي ما احنا شايفين، واخد العظمه اخليها على جنب، هحتاجها بعدين هقول لكم في ايه. وبعدين همسك الفراخ عندي وابتدي ان انا اخليها من عظم، اي عروق، اي حاجه ملهاش يعني لازمه غير مستحبه في الدبوس، اقدر ان انا اخليها بمنتهى السهوله بالشكل ده بالظبط كده. واخد بالي بس لما يكون ساعات فيه عروق شكلها مش لطيف جوه كده، اقدر اتخلص منها بمنتهى السهوله. بصوا الفرخه اساسا يعني بتخرج من العظم بمنتهى السهوله، اتسلقت لما خلاص يعني جابت اخرها. والعظمه هاخدها على جنب. جمعت كل العظمه اهو زي ما انتم شايفين. هاخده اغسله كويس قوي قوي تمام التمام عشان ميبقاش فيه اي شوائب. واللحم همسكه ان انا ممكن احطه في البلندر اضربه، وممكن اعمل زي ما انا بعمل كده، والافضل ان اعمل كده عشان خاطر انا عايزاه يبقى قطع باينه، ما تبقاش فراخ مفرومه. وفي نفس الوقت ساعات بلاقي عظم في النص، اي حاجه اقدر اشيلها بمنتهى السهوله، ما تتضربش معايا في البلندر
ويبقى الفراخ فيها عظم كده، فاهمين قصدي؟ خلاص قطعت كل الفراخ زي ما احنا شايفين. الموضوع سهل جدا على فكرة وممتع ومش متعب خالص، وطبعا مفيدة جدا جدا لولادنا، خصوصا ان هم بيحبوا الفرايد تشيكن والحاجات دي. ادينا حققنا لهم بقى حلمهم في الفراخ اللذيذة بتاعت توم اند جيري اللي طول عمرنا بنحبها ونفسنا نجربها. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين هنعملها بطريقة صحية قوي قوي قوي. نقلب بقى الفراخ كده مع البطاطس مع كله لغايه ما اتاكد ان هي تشكل معايا عجينه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بصوا كده تمام قوي. هروح اغسل ايدي بقى كويس ونعمل الخطوه اللي بعد كده. ادي العظمه اهي وزي الفل قدامي. همسك بقى المقدار زي ما انا عاوزه، عايزاها مثلا تبقى كبيره تبقى صغيره على حسب ما انتوا عاوزين، وابتدي ان انا ادخل العظمه بالمنظر ده، واعتبرها مثلا عامله زي العصيان بتاعت الشيش طاووق، بس يعني في شكل عظمه فرخه. هو ده الشكل بتاع الفراخ اللي احنا بنشوفه في الكرتون، بنبقى هنتجنن عليه نفسنا ندوق الفرخه دي يا ترى طعمها عامل ازاي. اوكي خلاص انا كده شكلت شكل على حسب، عايزانا بقى مطوله عايزانا مدوره على حسب ما انتوا عاوزين. ده اول واحده، وادي كمان هعمل كمان واحده عشان الموضوع سهل. طبعا هنا ممكن ننده لاولادنا يساعدونا، بتبقى حاجه ممتعه جدا جدا جدا، وطبعا نقدر نعمل كميه ونشيلها في الفريزر نستخدمها في اي وقت. بصوا كده ده الشكل كده زي الفل. هاخدها بس احطها في الفريزر حوالي 5 دقايق، وبعدين ابتدي احضر البريدنج بتاعي. البريدنج بتاعي حوالي 3 معالق من دقيق الشوفان او دقيق القمح الكامل على حسب ما انتوا عاوزين، وبيضايه وشويه حليب، وده الكورن فليكس اللي هو المطحون ده بجيبه من العطار يعني مش غالي. وابتدي احط بقى على البريدنجز عندي كل التوابل اللي انا عاوزاها، فلفل اسود وبابريكا هنا وهنا وهنا، وبرده توم وبصل بودر، ال3 حاجات اللي عندي، وملح، اي توابل تفضلوها وتحبوها، وباي كميه زي ما انتوا عاوزين. هقلب بقى كله مع بعضه كده. عقبال ما اجهز البريدنج ده بقى هقول لكم ان انا قبل كده عملت معاكم حلقات كتير قوي عن حاجات الديب فراي. عملت معاكم قبل كده الستريبس، وعملت معاكم الناجتس، وعملت معاكم برجر فراخ، كل الحاجات دي طبعا بطريقه صحيه. هسيب لكم اللينك بتاعها كلها ان شاء الله في صندوق الوصف عشان خاطر تستمتعوا وتمتعوا اولادكم بالاكل الصحي اللذيذ اللي بجد ما فيهوش اي حاجه ممكن تاذينا ابدا او تاذي صحتهم. تمام. ابتدي بقى احضر خط الانتاج بتاعي كده ونشوف الدنيا معايا ايه. اول حاجه هجيب دبابيس الفراخ معايا، هبتدي احطها الاول في الدقيق اللي عندي، طبعا دقيق قمح كامل او دقيق شوفان، بكرر عشان محدش يقول دقيق ابيض. اوكي. وبعدين هنزل فيها بالبيض والحليب بالمنظر ده. الاول بوريها لكم على البطيء كده، وبعدين هنسرع مع بعضينا ان شاء الله. وبعدين هرجع بيها تاني على الدقيق بالمنظر ده عشان بس البريدنج بتاعي يبقى كبير كده ومقرمش، وحته الفرخه تبقى تملى العين كده، يبقى دبوس او دبوسين بالكتير يعني يشبعونا قوي قوي قوي. اوكي. وبعدين هروح على البيض تاني والحليب، واخش بقى اخر حاجه اللي هو الكرامز او اللي هو الفتات الكورن فليكس، ان انا اعمل طبقه البريدنج من بره اللي هي الكرانش يعني. طبعا اكيد متبله كلها نفس التتبيله فبيبقى طعمها تحفه. بصوا كده الشكل معايا من قريب، قمر بجد تحفه، تتاكل نيه من كتر ما هي حلوه. اوريدي على فكره هي مستويه يعني، فراخ مستويه والبطاطس مستويه، بس هنديها لون بس كده. هنحطها بس في الفريزر شويه يعني حوالي 5 دقايق برضو تانيين، وبعد كده ابتدي ان انا اعملها ان شاء الله في الاير فراير وكمان في الفرن. الاير فراير دي ما اقدرش استغنى عنها خالص خالص خالص. هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه بتاعت الاير فراير دي جبتها منين ومزاياها وعيوبها، ان شاء الله هتلاقوها في صندوق الوصف. بجد يعني ما اقدرش استغنى عنها ابدا. هحط فيها حوالي 3-4 دبابيس، والباقي هكمله في الفرن. هوريكم الفرق بين الاتنين، الموضوع ما فيش اي فرق خالص، بس دي بتنجز معايا، ما فيهاش بقى هدة حيل ولا اي حاجه. هحط فيها دبابيس، درجة الحرارة على 180 لمدة 25 دقيقة أو ممكن 30 دقيقة، ونفس الكلام برضو في الفرن على درجة الحرارة 180 لمدة 25 دقيقة أو 30 دقيقة على حسب ما تاخد لون معايا. كمان نقطة زيت بقى كده من تحت ومن فوق عشان خاطر القرمشة. هروح كده على الاير فراير حتى اوريكم شكلها من قريب، واحنا كمان بنظبط درجات الحرارة وكل حاجة زي ما احنا شايفين كده. درجة الحرارة عندي 180 والدقايق حوالي 25 دقيقة بالظبط، واخر 5 دقايق او 10 دقايق بنخليها على درجة حرارة 200. اخدت لون معايا وبقى شكلها جميل. قدامي حوالي يمكن 10 دقايق وتخلص. هنا بقى هعلي درجة الحرارة ل 200
عملت جنبها شويه فرنش فرايز او بطاطس محمره، طبعا برضو في الاير فراير. هرصهم بقى بالطريقه اللذيذه ديت. عندي الاثنين اللي فوق دول اللي على اليمين فوق دول اللي عاملين في الفرن، والفاتح ده اللي عملته في الاير فراير. نقرب ونشوف احلى تفاصيل. شفتوا جمالها وحلاوتها؟ احلى دجاج توم اند جيري في الدنيا. طول عمرنا نفسنا نعرف طعمها ايه. طعمها جنان يا جماعه. بصوا الدبوسه ماسكه نفسها ازاي، ولا القرمشه. اسمعوا كده معايا القرمشه، مزيكا، حاجه في منتهى الجمال واللذاذه. واكيد ولادنا يحبوها قوي، واحنا كمان نحبها لان هي مشبعه جدا جدا وكل مكوناتها صحيه. بصوا قلبها من جوه حلو ازاي وجميل واحمر وزي القمر ازاي. طبعا ده بسبب البابريكا وكمان لون الطعام اللي هو اختياري. اوكي، يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا 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 جدا، واتمنى تطبقوا الوصفه القمر دي عشان خاطر هي فعلا حلوه. سلام.